طيب ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن افضل الكتب اللي قراتها خلال 2025. الحقيقه انا كل الكتب اللي قراتها خلال السنه كانت كتب لذيذه واستمتعت وانا بقراها وفادتني واضافت لي، ولكن انا ما قعدت افكر وانا بختار الكتب. كنت عايزه الكتب اللي هي لما افتكرها بعد كذا سنه اقول واو، وافضل حاسه بتاثيرها عليا وعلى شخصيتي وعلى افكاري والحاجات اللي زي دي. فانا اخترت افضل الكتب من كل اللي قرأته في 2025. ترويها كل اللي حليمة قرأته كان في كويس، يمكن كتب ترشيحات ترشيحات معرض القاهرة للكتاب، ألا وهي رواية الأصدقاء في الأرض المسحورة للكاتبة منى طارق سليم. دي طبعا ما كانتش أول مرة أقرأ لها، بس أنا بالنسبة لي الرواية دي معلمة معايا لأسباب كتير قوي. هي رواية زي ما باين من عنوانها بتدور حوالين مجموعة من الأطفال والمراهقين، كل واحد فيهم عنده أمنية معينة، يعني اللي بتتمنى تبقى فراشة، اللي بيتمنى يبقى أسد وشجاع، كل واحد فيهم بيتمنى أمنية غريبة كده، وبطريقة ما الأماني دي بتتحقق لهم وبيلاقوا نفسهم موجودين في أرض ساحرة سحرية فيها حاجات غريبة، فيها البنات ممكن تتحول ميرميدز اللي هم بيبقوا في البحر، اسمهم اللي بتبقى هي عروسة البحر، وممكن تبقى في ولاد بيقدروا يطيروا في الجو، في يعني بيحصل حاجات غريبة قوي، في حيوانات بتتكلم. عارفين انتوا النوع ده من عوالم الفانتازيا؟ انا الرواية دي مفضلة قوي بالنسبة لي، مش بس عشان هي رسم عالم جديد ومختلف وممتع، بس عشان النوعية دي من الروايات انا كان دايما بيبقى نفسي اقرأها بالنسخة العربية، نسخة شبهنا معمولة بهويتنا. طبعا هي كمان مدية الشخصيات اسامي بتعبر قوي عن الهويه بتاعتنا. يعني عارفين النوعيه انا بحب قوي هاري بوتر. حاليا بتفرج على سترينجر ثينجز، الناس اللي بتتابع المسلسل ده هو بيتكلم عن مجموعه اطفال ومراهقين بيواجهوا وحوش في عالم غريب. عارفين النوعيه دي بقى اللي احنا دايما بنقرا عنها بس بيبقى محتوى اجنبي؟ انا دي كانت اول مره اقرا عالم مرسوم، لا مش اول مره، قرات قبل كده بس يعني كانت من المرات القليله قوي اللي قرات عالم مرسوم، عالم فانتازيا خيالي مرسوم بطريقه ساحره وسحرية ومسحورة وكل حاجة، بس باللغة العربية، يعني مش مترجم بحاجات شبهنا. فانا بالنسبه لي الروايه دي مميزه قوي عشان كده، ومش بس عشان الكتابات نسائيه. يعني انا عارفه ان انا بنحاز شويه للكتابات النسائيه خصوصا لما تبقى مكتوبه بالجوده دي، بس بجد كمان الروايه مميزه قوي في العالم اللي هي رسماه والتفاصيل اللي هي رسماها والاطفال وشخصياتهم وازاي بيتكاتفوا مع بعض. انا دي كانت من الروايات العسوله قوي اللي استمتعت وانا بقراها، ومش قادره استنى لما ينزل منها اجزاء تانية. بس بجد الروايه دي من الروايات اللي عارفين احساسي مع روايه، اللي متابع القناه من زمان عارف احساسي مع روايه صاحب الظل الطويل قد ايه كنت مبسوطه بيها، وكانت روايه عسوله وكيوت، وعارفين انتوا كده. انا الروايه دي لما بفتكرها بحس ان نفس الابتسامه دي بتترسم على وشي، فكانت من الروايات اللذيذه قوي اللي قراتها خلال السنه. من افضل الكتب اللي قراتها خلال السنه برضو كان كتاب يوم ب 30 ساعه لسون